Yeah, from Saudi Arabia. Saudi Arabia. So you know them, huh? So how are they? Good? Good customers? Good customer ถามว่าเขาถามว่าอาหรับอะว่าพูดนะ Good, huh? Good customer ที่เปย์แบบเปย์ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد فيصل في فيديو جديد من تايلاند. وايوه معليش يعني انا ما صورت كثير في رمضان لاني ما شفت شهر رمضان هو شهر مفروض اصور فيه فيديوهات كثيره وكذا، فاحسن كنت اخلي الزمن لنفسي. وان شاء الله شهر رمضان القادم انا حيكون عندي فيديوهات محضره قبل رمضان، فعشان ما انشغل في رمضان نفسه. وفي اخر فيديو انا عملته يا شباب عن ردة فعل الاجانب، شفت في ناس كثيره ساعدتني بنشر الفيديو مثلا في الواتساب وفي الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي زي ما انتم شايفين قدامكم، والناس دي فعلا ساعدوني ان انشر الفيديو مع اكبر ناس. في الفيديو هذا انا حابب اشكر كل واحد حيشارك معاي الفيديو بطريقه خاصه. اذا انت شاركت معاي هذا الفيديو ده اعمل سكرين شوت، صور الشاشه ورسلها لي عن طريق اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي عشان انا اشكرك بنفسي، لانك انت فعلا تستحق الشكر. فشارك معاي الفيديو عشان تدعمني اكثر وغيرك برضو يستفيدوا. على كل حال البلد هنا اول مره انا اجيها، ما اعرف فيها شيء، حتى اللغه حقتهم سبحان الله اشوفها اصعب من اللغه الصينيه. حتى كلامهم ما يتكلموا انجليزي كويس، يعني الناس اللي فيهم يتكلموا انجليزي يعني ما اعرف كيف الانجليزي حقهم، ما قدرت افهمه. فالمهم بنحاول بنستكشف تجربه جديده. واصلا جمال السفر في انك تشوف حاجه غريبه. انا بستغرب من الناس اللي سافروا وعايزين يشوفوا نفس الاكل اللي هم كانوا ياكلوه، عايزين ياكلوا نفس الاكل، عايزين يشوفوا نفس المناظر، عايزين يقابلوا نفس الناس. طب انت ليه اصلا مسافر يا اخي؟ خليك قاعد في بلدك، لا تشوف حاجات غريبه. مثلا امس بالليل انا طلعت المطعم مع اهلي، والمطعم ده كان عندهم اكل حلال في نفس الوقت عندهم اكل ما حلال. دي اول مره انا اقعد مع اهلي في مطعم يكون عندهم اكل حلال واكل ما حلال. فاخواني الصغار كانوا يشوفوا في الليسته حقت الاكل كلها ويقولوا ده حلال، ده حرام، ده فيه بورك يعني لحم خنزير، ده اكل كويس، ده ما اكل كويس. فاحساس جميل يوريك انه البيرسوناليتي الاسلاميه لسه موجوده حتى في الاطفال. يعني احنا في الدول الاسلاميه ممكن حتى ما نفكر في حلال وحرام، لكن هنا توريك انك انت يعني لسه محافظ على اسلامك ومحافظ على دينك. يعني المهم انت فهمت انا اتكلم عن شنو. انا الى الان ما طلعت من الهوتيل، ما شفت البلد كويس، لكن انا اوريدي الان يعني تايلاند ما شاء الله عجبتني جدا، لانه تايلاند فيها شيء انا صراحه احبه. ممكن كثير منكم ما يعرفوا عني، بل كلكم ما تعرفوا عني، حتى اهلي ما يعرفوا عني. هو انا احب الحياه البسيطه الهادئه لما تجتمع مع الحياه الفخمه، وده شيء ما تقدر تشوفه في كثير من الدول. الان خليني اشرح لك كيف هو في تايلاند. مثلا انت الان شايف الهوتيل ده، ممكن تشوف الهوتيل حلو وكل شيء موجود فيه مرتب، وممكن تقول يعني شويه فيه فخامه. الان خلينا اوريك المنظر من الشباك. شوفوا المنطقة هنا، شايفين في كثير من المناطق اللي ممكن تكون فيها بساطة كده، يعني ما فخامة كبيرة وكده، ناس عاديين. بس الحياة دايما فيها فخامة، كلها تلقاها مثلا عمارات كده، وتلقى البيوت غالية وكل شيء. يحس فيها حياة يعني شوية فيها ستريس وفيها تعب يعني للنفس، وانك لازم تكون عندك اموال وكده. فشيء كويس انك تعيش في منطقة كويسة على حسب احوالك ومالك اللي عندك يعني. وبرضه في نفس الوقت انك لما تنزل وتطلع تقابل ناس بسيطين وكده، حتى يعني ترجع لك روح الانسانية. انا حاليا قاعد في الغرفة لوحدي، لكن شكل واحد من اهلي جاء. نعم، my two brothers are in the house. Welcome. This is Yasin Faisal and that one is Yasser ابن فيصل. يعني خجلان ولا كيف يعني؟ طب خلينا عين ننزل تحت الريسبشن، نقعد في التلفون عشان نشوف المناطق البوينتس اوف انترست نلقاها في الجوجل. اوكي يلا، انا عارف اني تكلمت كثير. الله ما تعمل ازعاج، انا بصور. اوكي انا عارف يا شباب اني اتكلمت معاكم كثير في المكان ده. خلينا ننزل تحت الهوتيل ونحاول نستكشف اكثر ونعرف الاماكن اللي احنا المفروض نمشي ليها اليوم. يلا
ازيكم يا شباب، انا اسمي تعال المشي بعيد ليه انت؟ تعال قريب. اوكي اوكي. اوكي. ازيكم يا شباب، انا اسمي ياسين. احنا حسه البلد اسمه بانكوك. اوكي. والفندق اسمه برنسس ايد. اوكي. احنا حسي في فندق. بعدين حوريكم الفندق شكله كيف. الفندق شكله حلو والله. طبعا شايفين هنا يا جماعة ده الإله حقهم، خدت له أكل ياكله. أنا ما عايز أضحك هنا عشان ما يعمل لي مشكلة. أنا خاف يقوموا يطردوني ولا شيء. تذكرت القصة حقت عمر بن الخطاب لما كان عنده صنم، بعدين لما جاع أكله، فسبحان الله الحمد لله نعمة الإسلام. اوكي لوكيشن. اوكي points of interest. لقينا بعض المناطق هنا قريبة حمشي أشوفها. أنا ما بحب من أول يوم أمشي من أماكن بعيدة، فخلينا نشوف الأماكن قريبة هنا من الهوتيل. وبما إنه تايلاند هنا مشهورة بإنه السياح العرب بيجوها، أنا قررت إني كل ما أشوف واحد تايلاندي كده بيعرف إنجليزي أقدر أتكلم معه أسألهم هل يعني ما رأيهم في السياح العرب اللي يجوهم، كيف أخلاقهم، كيف تعاملهم وكده، عشان نعرف إحنا كيف يعني في أعين الناس الغربيين أو مش هم الغربيين، يعني الأجانب بصورة عامة. فإذا لقينا ردة فعل كويسة معناها الحمد لله إحنا كويسين وبنمثل دولنا بطريقة حلوة. إذا لقينا شيء ما كويس إن شاء الله نعدله في المستقبل. Do you know Arabs? Arab. You know Arab? No, sorry. You don't know? Huh? You're from Thailand here? You? Thailand. Yeah. Okay. So you only stay Thailand. You don't go out. You don't know Saudi Arabia. طيب بس أنا الأول ما أعرف إنجليزي، فخلينا نشوف ناس ثانيين. Have you seen in the hotel here Arab people? You know Arab from Saudi Arabia? Yes. Okay, so you know them, huh? You know them. So yeah. So I'm just asking, what do you think about them? Do you like them? Their treatment, their behavior, everything is fine? Like, how do you think their behavior is? Good, huh? They're good people, huh? Everything is fine. Yes. Okay. What's your name, sir? Huh? Your name? Your name? Pushum. Oh, Buchong. Okay. I'm Muhammad, huh? Okay, nice to see you, huh? You're from Thailand? Yeah. You're from Thailand? Yes. You speak English, right? You can speak English. Do you see a lot of Arabs here coming here? This bit? Now it's not too much. Not same the last year, I think. Last year used to be more. Last year they come a lot. Maybe they have problem with the Qatar or something. I don't know. Okay. Yes. So I want to ask you, what do you think about them? What do you think about their behavior and everything? Is it good? Everything is fine? Good because they make the business good. Good business here. Yes, So. because the last month they did come and very low business here. I think. Okay, I see. So their behavior is good. Everything is Yes. fine. Yeah. Thank you very much, sir. Huh? You're What's your welcome. name? My name is Water. Mine. Water. It's good. Mine. Okay, that's good. Nice. Thank you for being in the Okay. video. Thank you very much. Rabazak, كيف حالك؟ Subscribe, يلا. say subscribe. السلامة. Arab, do you receive a lot of Arab customers here? Arab. Yeah. It is English. A little bit. A little bit. This one. Arab. You know Arabs? You know who are Arabs? Arab. Yes. Yeah, from Saudi Arabia. Study Arab. So you know them, huh? So how are they? Good? Good customers? Who's customer? ถามว่าเขาถามว่าอาหรับอะพูดนะ Who's that? Who's customer ที่เปย์แบบเปย์ Okay. Thank you, sir. Thank you. طب كده يا شباب خلاص رجعنا البيت وانتهينا من هذا اليوم اللي كان فيه
جزء من المغامرات. طبعا كان هدفي من اني اسال هذا السؤال عن العرب وكده على اساس انهم يتكلموا عن اخلاقهم وكيف عاملوهم وكده، لكن لقيت النظره هي نظره ماديه، بما انك تدفع اموال كويسه لهم وكده خلاص هم كده حيكونوا مبسوطين معك. فده برضه يوريك انه الثقافات تختلف، في ناس جدا يهمهم انك تعاملهم باخلاق كويسه ومنها هم يتعلموا منك او يعني يكونوا فرحانين منك او يكونوا زعلانين منك، وفي ناس ما يهتموا بالاشياء دي فقط يهتموا بالاموال. وعشان كده في الشعوب وفي القبائل اختلافات. اتمنى انك انت تكون استفدت من الفيديو ده واستمتعت به، وانا عارف انه في ناس غيرك كثير ممكن يستمتعوا بالفيديوهات دي ويشوفوا الثقافات المختلفه. انشر معاهم الفيديو وخليهم يستفيدوا منه، واشوفكم في فيديو قريب.